السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. النهارده نزلت رايحه مشوار كده، قلت لازم اشارككم معايا المشوار اللي انا رايحه فيه، واوريكم كده مكان فيه عروض كويسه جدا. انا هنا النهارده فين؟ ده شارع سعد زغلول في محطه الرمل. هنا ده ميدان محطه الرمل، وداخله كده على صفيه زغلول. طبعا الاسكندرانيه كلهم هيعرفوا المكان ده. دخلت اهو بعد ما طلعت من شارع سعد زغلول، دخلت اهو شارع صفيه زغلول. هفضل ماشيه فيه كده لغايه اهو ده شارع صفيه اللي هو تقاطع شارع سعد. تمام، ده في محطة الرمل اسكندرية. طبعا الاسكندرية كلهم عارفينه. طبعا كلنا عارفين محطة الرمل. مشيت في شارع صفية، جيت على اليمين في مول اللي هو أليكس تاور. عايزة اقول لكم المول ده في محلات جميلة جدا، واسعارها تحفة جدا جدا. انا رايحة فين النهاردة؟ رايحة محل كده انا بحب اشتري منه حاجات، خصوصا بقى في الوقت اللي هو بيبقى عامل فيه عروض. المحل ده بيعمل عروض دايما، وعروضه حلوه جدا. هطلعوا السلم، اديني دخلت المحل. هطلع السلم، اول ما تطلعوا السلم هتلاقوا المحل ده في وشكم. اسمه ال سي والكيكي. عايزه اقول لكم المحل ده كبار واطفال ورجالي. عايزه اقول لكم فيه حاجات روعه جدا. المحل اهو انا داخله قدامكم اهو، زي ما احنا شايفين. دخلت طبعا، انا رحت عند قسم الاطفال، انا نازله عايزه اشتري حاجات لبنتي. انا طبعا ما بخشش المحل ده ما بطلعش منه بايدي فاضيه، خصوصا بقى لما يكون عامل خصومات وعروض. طبعا زي ما انتم شايفين اي حاجه عليها تيكت احمر كده ده عامل عروض. النهارده عامل عروض 50% و20%. هو الوقت ده مش النهارده بس، الوقت ده بقى خلاص من الصيف. طبعا احنا عارفين المحلات كلها عامله عروض. بصوا اصلا الحاجات اللي عنده خامات وجوده وحاجات تحفه جدا جدا. يعني اي حد عنده اطفال ممكن يشتري حاجات في التصفيات دي. بصوا يعني دي حاجات ب 169 جنيه، عايزه اقول لكم يعني ب 170 جنيه. حاجات تحفه جدا. حتى السيليبرات والكاروكسات الحاجات دي كلها مستورده. طبعا الخامات اللي عنده كلها، كل الهدوم اللي عنده خامتها قطن 100%، جودتها عاليه قوي قوي قوي. حاجات شيك جدا. المحل ده ليه فرع تاني هنا في اسكندريه غير محطه الرمل، في كارفور اللي هو في الداون تاون. تمام. طبعا بتخشوا برضو من اول بوابه. تاني محل على ايديكم اليمين، اول بوابه اللي هي قصاد الاشاره. عايزه اقول لكم المحل ده حلو جدا، انا بجيب منه لبنتي على طول حاجات. وفي حاجات جميله جدا، حريمي ورجالي واطفالي وكله. شايفين اصلا كل الحاجات الموجوده؟ شايفين كل الشياكه، هدوم شياكه. هتلاقوا بقى متوفر كل السايزات، هتلاقوا متوفر من القطع كل الالوان. وبصوا كل حاجه عليها التيكت الاحمر ده، فيها كله عليه خصم، عشان احنا الوقت ده كل المحلات عامله عروض. حتى الشرابات موجوده، وشرابات بقى ايه يعني، حاجات خامات عاليه جدا جدا جدا. بجد لو ما رحتوش المكان ده، لو انتوا عندكم اطفال هتندموا. بجد هتجيبوا حاجات لقطه وحاجات هتعجبكم جدا. بصوا حتى المايوهات، بصوا كل حاجه كل حاجه زي ما انتوا شايفين. بصوا انا حبيت اوريكم المكان عشان المكان ده عاجبني جدا، وانا دايما بروح اجيب لبنتي منه حاجات. فقلت يعني ان انا اعرفكم عليه، بحيث لو انتوا عندكم اطفال وعايزين تروحوا تجيبوا منه، روحوا بجد مش هتندموا، وهتوفروا كتير قوي. انا بقول لكم هتوفروا كتير قوي. حتى كمان زي ما انتوا شايفين في قسم بقى اللي هم البيبيهات خالص، سلوبيت، الحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم برضو حاجات كلها قطن. مفيش حاجه هناك في المحل ده مش قطن. بصوا الفساتين، بصوا كل حاجه، وكل حاجه طبعا عليها خصم، هتوفر معاكم كتير. انا هنا كنت برضو خلصت، وعطيتكم جوله صغيره كده في المحل، واديني طالعه اهو. طبعا انا عمري ما هروح المحل ده واطلع منه بايدي فاضيه، لازم اجيب لبنتي منه حاجات. طبعا بجيب لها الحاجات، طبعا مش على طول عاطل على باطل كده بجيب الحاجات، لا طبعا بجيب الحاجات اللي انا محتاجاها، واللي هي تنفع بنتي، تكون خامتها كويسه جودتها كويسه. خصوصا احنا عارفين ان الصيفي لازم تجيبي حاجات قطن عشان الاطفال ما تتعبش مننا يعني من الحر. تمام. انا هو نازله قدامكم على السلم. المول ده فيه تحت كارفور ماركت. طبعا بنتي قالت لي يلا يا ماما نخش ومش عارفه دخلنا قلنا بقى اعمل جوله كده واتفرج. انا ما كنتش محتاجه ان انا اشتري حاجات يعني، بس قلت اتفرج بما اني جيت المكان، اخش كده بالمره واتفرج. طبعا دخلت كارفور. اول حاجه دخلت عليها كان الادوات المنزليه زي ما انتم شايفين. برضو في حاجات بيبقى عليها خصومات وحاجات لا. في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده مفيش خصومات يعني. في الماركتات جامده جدا، غير يعني هي محلات الملابس هي اللي فيها الخصم يعني. اي حد عايز يجيب بقى هدوم، عايز يجيب كل حاجه، الحاجات دي هتلاقي عليها خصم دلوقتي. بصوا بعدين رحت على قسم المنظفات. طبعا احنا عارفين كل حاجة،
كنا بنجيبها بزمان بسعر، دلوقتي بقت بسعر اعلى شويه. ودخلت على قسم طبعا الكلوروكس الالوان ده انا بستخدمه زي ما انتم عارفين، زي ما قلت لكم انا بستخدمه في الغسيل الابيض، ما بستخدمش كلوروكس عادي ابدا، علشان الكلوروكس العادي بيبوظ لي الهدوم البيضه، الفلانات البيضه، كل حاجه عندك بيضه هتبوظ من الكلوروكس العادي. بصوا هنا قسم المسحوق، عايزه اقول لكم الاريال جل ده تحفه جدا جدا، وكان سعره 129 جنيه. لا حلو قوي وهيعجبكم، بينضف جدا جدا عشان تبقوا عارفين. ده 2 كيلو ونص. البودر بقى كان يعني برضو كان عليه خصم بس مش كتير. تمام زي ما احنا شايفين ده ب 290 جنيه 5 كيلو. ها يعني زي ما انتم شايفين في حاجات عليها عروض. طبعا انت اول ما بتخشي اي ماركت بتخشي على الحاجات اللي انت بقى ايه بتبقي محتاجه ان انت تشوفي اسعارها. ده بصوا عامل 154 جنيه اللي هو 2 كيلو ونص. عايزه اقول لكم حاجه، احنا طبعا كأمهات بنخش طبعا على الحاجات اللي فيها توفير لينا، على المسحوق، على الحاجات اللي احنا بنحتاجها. المسحوق، الصابون، الوش، صابون البريل، الحاجات دي، كل الحاجات دي عشان احنا بنحتاجها. طبعا اول ما بتخشي الماركت بتخشي تشوفيها يعني. ده برضو الاريال جل دوت. ده عامل، ده كيلو عامل 35 جنيه زي ما انتم شايفين. ده جل. وده الاوكسي زي ما انتم شايفين، طبعا انت على حسب ما انت بتستخدمي. وزي ما انا قلت لكم المعطر اللي انا بحبه جدا جدا الجلاد اللي هو الفانيليا واللافندر، ده عامل 29 جنيه 95، يعني عامل 30 جنيه. بصوا ده بالفانيليا وده باللافندر، عايزه اقول لكم انا بحبه جدا جدا جدا. وساعات بجيب ايه اللي هو الفريده، ده برضو حلو قوي، يعني يا اما الجلاد يا اما الفريده، بس انا بفضل على طول الجلاد. وبالذات النوعين دول من ريحتهم تحفه جدا. اكتر حاجه مش بحبها في المعطر اللي هو العود ده، مش بحبه خالص خالص خالص. طبعا جيت هنا عند ايه، عند المناديل، الحاجات اللي لا غنى عنها. زي ما انتم شايفين ده عامل 55 جنيه اللي هو الفاميلي، انا بستخدم ده على طول على فكرة، اللي هو 6 رول. في بقى الكبير اللي هم عاملين منه العائلي اللي هو 12، برضو هتلاقوا اسعاره حلوة. تمام زي ما انتم شايفين. المناديل طبعا السحب كلنا ما بنستغناش عنها. بصوا كل حاجة. انا طبعا النهارده داخله معاكم كده جوله عاديه في المحل ده في كارفور يعني، بس انا ما كنتش محتاجه ان انا اشتري اي حاجه من تحت، انا كنت رايحه عشان المحل اللي انا قلت اوريه لكم دوت. والمكرونات طبعا لازم اخد لفه كده واشوف، ممكن حاجات بلاقي عليها عرض حتى لو مش محتاجاها دلوقتي بجيبها، لو هي عليها عرض وانا مش محتاجاها بجيبها، ما بفوتش العرض بصراحه. وانتي دايما اعملي كده، دخلتي اي ماركت اي حاجه ولقيتي حاجه عليها عرض كويس، سواء في مسحوق بقى، في مكرونه، في دقيق، في زيت، الحاجات اللي انت بتستخدميها هاتيها، ما تقوليش لا انا عندي مش محتاجاها، لا بعد كده هتنفعك قوي على فكره. تمام. بصوا انا بوريكم الاسعار. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا بحب مكرونه لمتنا جدا. النص كان ب10 اللي هي 400، ال 400 جرام ب10 جنيه وربع زي ما انتوا شايفين، والكبيره عامله 24 جنيه ونص. تمام. انا بحب لمتنا، بحب اللي هي، مش بحب ستار الصراحه، بحب الملكه زي ما انتوا شايفين. بصوا انا حبيت بس اوريكم كده. وطبعا هنا السمنه زي ما انتوا عارفين، الناس اللي بتشتري السمنه دي برضو كل حاجه اسعارها يعني قالت يعني، بس الحمد لله على اللي احنا فيه. والزيت زي ما احنا شايفين اهو. تمام. انا قلت اوريكم طالما دخلت المكان، يعني انا بحب برضو زيت عافية قوي اللي هو عباد، مش شرط ان انت تستخدمي ذرة. العباد لو انت مثلا بتستخدمي زيت التموين للقلي، استخدمي زيت عباد ده للجبنة القريش للبيض للحاجات دي. ما تستخدميش طبعا زيت القلي في الحاجات دي. وده الدقيق. بنتي طبعا زي كالعاده شبطت بتحب الايس كريم، فطبعا جبنا ايس كريم، احنا بنحب اللي هو الايس كريم ميجا ده جدا. حيرتني طبعا، فضلت فاتحه التلاجة، طب عايزه ده، طب عايزه ده، طب عايزه ده. في الاخر اختارت اللي هي الاورنج دي مع ميجا. عايزه اقول لكم والاورنج دي ما اكلتهاش اصلا، بس انا عن نفسي بحب ميجا. ما جبتش اي حاجه غير جبت حاجات بسيطه كده، وجبت ميه وخلاص كده، كنت خلصت، ما كنتش محتاجه حاجه خالص من الماركت. اولا انا لو محتاجه حاجه من اي ماركت بجيب من جنبي طبعا فتح الله، وعندي كارفور في الهانوفيل. بس انا قلت ايه طالما رايحه المكان اخش يعني واشوف ايه العروض اللي هناك. كده كنت خلاص جولتي خلصت وطلعت. طبعا كانت جولة سريعة بره عن الروتينات وبره عن المطبخ. يا رب كده يكون يومي عجبكم، حبيت اشارككم فيه. وانا كده خلاص كنت مروحة. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.